فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل لهم معايش في الأرض، وسن الله عز وجل سننا كونية كثيرة، ومنها الابتلاء والتمحيص والاختبار. فيبتلي الله عز وجل عباده ليعلم الصادق من الكاذب، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. والرجل يبتلى على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإذا كان في دينه رقة خفف من بلائه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قد تكثر الهموم والأحزان على كثير من الناس. هذا يحزن بفراق حبيب، بزوجة، بابن، بأب، وذاك يعاني من ضائقة مالية، وآخر يعاني من مشاكل عائلية، وهكذا تكثر على المسلم من الهموم والأحزان. فبعض الناس عند أن تضيق عليه الدنيا بما رحبت ربما يلجأ إلى أمور محرمة ويستسلم للهموم وللأحزان. فإن الإنسان إذا استرسل في الحزن حتى ولو كان راضيا بما قضاه الله وقدره فيذهب صحته وتذهب عافيته. وهذا يعقوب عليه السلام يقول الله تعالى عنه: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فقد حزن عليه السلام على يوسف وأخيه، وكانت نتيجة هذا الحزن أنه فقد نعمة من نعم الله عز وجل، وهي نعمة البصر، نعمة النظر. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهانا أن نستسلم للحزن، وأخبر أن الإنسان عاش في هذه الأرض فيما يكابده ويعانيه، لا بد أن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مما يكابده في معيشته في الأرض، فهو حزين على ما مضى، مغموم بما يستقبل، مهموم في الحال. هذا حال ابن آدم. وابن آدم لو أنه استسلم للحزن واستسلم للهم لكان آخر مآله في بعض الأحيان الجنون. ولهذا نلاحظ بعض الناس منهم من يمشي في الشارع يكلم نفسه ويرفع يديه وربما كشر عن وجهه، كل ذلك ويعاني من أمر من الأمور. والله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستسلام للهموم والأحزان. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بل نهى الله عز وجل الأمة جميعا عن الاستسلام للهموم والأحزان، فقال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تستسلم ولا تهن، فأنت أيها المؤمن عال وليس في الأسفل.